أهلا بكم. هل وجدتم أنفسكم يوما تحدقون في شاشة الهاتف تنتظرون ذلك الإشعار الذي قد يغير مسار يومكم بالكامل؟ اليوم نغوص معا في واحدة من أكثر القضايا إرهاقا وإثارة للجدل في عصرنا الرقمي، الانتظار الطويل والمؤلم أحيانا لتحديثات الأنظمة وعمليات السحب المالي. الملايين حول العالم معلقة أعينهم بتلك الشاشات الصغيرة، لكن هل تساءلتم يوما عما يحدث حقا خلف الكواليس؟ لماذا يتأخر إطلاق المنصات الكبرى كل هذا الوقت؟ وكيف تتضافر التكنولوجيا المعقدة مع خبايا النفس البشرية لمضاعفة هذا القلق؟ دعونا نكشف الحقائق معا في هذا الشرح التحليلي. في رحلتنا اليوم سنقوم بتشريح رسائل التحديث الفيروسية التي تملأ هواتفنا، ونفهم معا ما يسمى بلغة الاحتمالات وفخ التأكيد. بعد ذلك سننتقل للتعقيد التقني الفعلي للخوادم والبنوك، ونسلط الضوء على ظاهرة غريبة تعرف بمتلازمة هجوم الحشود البشرية، لنختتم بالغوص في علم النفس وفهم وهم المكافأة. القسم الأول: تشريح رسالة التحديث الفيروسية وكيف نفصل الحقائق عن خيال المجموعات. دعونا نتحدث عن تلك الرسائل التي تنتشر كالنار في الهشيم عبر تطبيقات المحادثة. فجأة تظهر رسالة تدعي بقوة أن التحديثات فورية وأن عمليات السحب المعلقة ستتم في غضون أيام. هذه ليست مجرد نصوص، إنها شرارة تلعب بالعواطف، تشعل الأمل أحيانا وتخلق إحباطا عميقا أحيانا أخرى. والمثير هنا هو التوقيت، فهي تنشر غالبا عندما يكون صبر المنتظرين قد نفذ تماما. لاحظوا كيف تصاغ هذه الادعاءات. تخيلوا قراءة نص يقول: نسخة جديدة ستنطلق بين الاثنين والجمعة. تحديد الأيام بهذا الشكل يمنحنا إحساسا زائفا بالدقة والاحترافية، أليس كذلك؟ هذه الرسائل في الواقع تستغل حالة الإرهاق النفسي والترقب لدى الجموع. هي تبدو كمعلومة مسربة أو إعلان رسمي، بينما هي في الحقيقة مجرد طعم مدروس بعناية لجذب الانتباه وإثارة ضجة لا أساس لها في العالم التقني الفعلي. إن العبقرية الماكرة وراء هذه الشائعات تشبه تماما نشرة أرصاد جوية تقول: ربما تمطر السماء. تأملوا هذا الفخ اللغوي. إذا حدث التحديث بالفعل، يخرج مروجو الشائعات ليعلنوا انتصارهم، مدعين أن مصادرهم كانت دقيقة. أما إذا لم يحدث شيء وبقيت المنصة كمائية، فخط الدفاع لديهم جاهز ومحكم. لقد قلنا ربما ولم نؤكد شيئا. إنه تلاعب لفظي يضمن لهم التهرب من المسؤولية، بينما يتغذى الآخرون على هذا الأمل الزائف. وهذا ينقلنا إلى القسم الثاني: لغة الاحتمالات وفخ التأكيد، أو بمعنى أصح، لماذا نصدق ما نريد سماعه؟ كيف تنجح هذه الرسائل الغامضة في السيطرة على عقول الملايين؟ للإجابة علينا أن نترك النصوص جانبا وندخل إلى أروقة العقل البشري. لماذا نقبل شائعة مصاغة بكلمة يحتمل على أنها حقيقة مطلقة ومؤكدة؟ السر هنا يكمن فيما يعرف بانحياز التأكيد. العقول البشرية، وتحديدا عندما تكون مثقلة بالانتظار والتوتر، تفقد بوصلة التقييم المنطقي المحايد. عندما يقرأ أحدنا عبارة مثل ربما تفتح عمليات السحب، فإن العقل اللاواعي وبكل براعة يحذف كلمة ربما لتبقى الجملة التي تشبع الرغبة العميقة: عمليات السحب ستفتح. نحن ببساطة نصدق ما نتمنى حدوثه ونتجاهل أي إشارة للشك، وهذا للأسف ما يمهد الطريق للسقوط في فخ خيبة أمل قاسية. نصل الآن إلى القسم الثالث: التعقيد التقني للخوادم والبنوك. لنكشف الستان عن أسباب التأخير الحقيقية، دعونا نترك علم النفس للحظة ونواجه الحقائق التقنية الصلبة. بعيداً عن الشائعات، هناك بنية تحتية مادية ومعقدة للغاية تفسر لنا بشكل قاطع لماذا تستغرق هذه المنصات الكبرى أشهراً طويلة لترى النور. لنتحدث بلغة الأرقام: 10,000 مقابل الملايين. هناك فارق شاسع بين السعة الطبيعية لأي نظام والتدفق الهائل. إذا استقبلت المنصة 10,000 مستخدم في وقت واحد، فإن الخوادم التقليدية ستتعامل مع الأمر بسلاسة. لكن تخيلوا محاولة ملايين الأشخاص تسجيل الدخول في اللحظة ذاتها. هذا يخلق ضغطاً هائلاً يعادل ما يعرف في عالم الأمن السيبراني بهجوم حجب الخدمة، أو ما يسمى بدي دوس. هذا الطوفان من البيانات يحتاج إلى أشهر من بناء أنظمة موازنة تحميل واختبارات الضغط القاسية لضمان ألا ينهار النظام بأكمله في ثانية الإطلاق. والأمر يتعقد أكثر عندما نصل إلى كابوس التكامل المالي.
انظروا إلى هذا التناقض. على جانب لدينا عالم العملات المشفرة، سريع، لا مركزي بالكامل، ولا يعترف بأي حدود. وعلى الجانب الآخر تجلس الأنظمة المصرفية التقليدية، بطيئة وتخضع لقيود صارمة جدا من البنوك المركزية. محاولة دمج هذين العالمين المتناقضين لمزامنة عمليات السحب عبر آليات الضمان المعقدة تشبه تماما محاولة إجبار قطارين يسيران على مسارين مختلفين بالكامل على تطابق في السرعة بدقة متناهية وبدون أي حوادث. خطأ برمجي واحد هنا قد يبخر أموال المستخدمين، ولذلك لا مجال أبدا للتسرع في مرحلة الاختبارات. ولكن وهنا يبرز سؤال في غاية الأهمية: لماذا يتم تجاهل هذه الحقائق التقنية؟ رغم كل هذه التفسيرات المنطقية والمبررة، لماذا تفشل لغة العقل والأرقام في تهدئة قلق المستخدمين؟ لماذا تستمر حالة الاندفاع والغليان؟ الجواب يختبئ في نقطة التقاء التكنولوجيا بالطبيعة البشرية العجولة. القسم الرابع: متلازمة هجوم الحشود البشرية وكيف يبطئ الذعر النظام الذي ننتظره بفارغ الصبر. نحن أمام مفارقة محبطة وعجيبة حقا، ففي كثير من الأحيان تتحول الأفعال الناتجة عن القلق والذعر إلى العائق الأساسي الذي يعرقل التقدم النظام الذي ينتظره الجميع. كيف يحدث ذلك؟ دعونا نوضح هذه الفكرة بتشبيه بسيط. بوابة تحصيل الرسوم وعملية توثيق الهوية المعروفة بالKYC. عندما تظهر حالة معلق، فهذا قطعا لا يعني أن الطلب قد رفض. هذا يعني ببساطة وجود طابور طويل جدا من السيارات. الأنظمة الآلية تعمل بأقصى طاقتها، لكن بعض الملفات تحتاج لتدخل بشري دقيق. وهنا تبدأ الكارثة، فالمستخدمون المذعورون يبدأون بإرسال طلبات الدعم الفني بشكل متكرر. الأمر يشبه تماما أن يطلق السائقون أبواق سياراتهم باستمرار وهم عالقون في الزحام، ثم يخرجون للتشاجر مع موظف البوابة. ماذا ستكون النتيجة؟ يتشتت الموظف ويتعطل الطابور بأكمله، وتصبح العملية أبطأ مما كانت عليه بكثير. وهذا ما يوصلنا إلى مفهوم خطير يعرف به الهجوم البشري الموزع لحجب الخدمة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه عندما يقوم المستخدمون المذعورون بإغراق فريق الدعم بآلاف التذاكر والرسائل، فإنهم يستهلكون طاقة وموارد كان من المفترض أن توجه للتحقق الفعلي وتسيير النظام. الجموع وبدون قصد منها تهاجم كفاءة النظام الذي يخدمها، مما يخلق تأخيرات هائلة وحلقة مفرغة من الانتظار والغضب والمزيد من الانتظار. وهذا الضغط التقني المحتقن ينعكس بشكل مخيف على السلوك عبر الإنترنت، ليقسم الناس إلى قطبين متناقضين. على اليسار نجد السلبية السامة، حيث يفسر كل تأخير فني منطقي على أنه مؤامرة كونية كبرى وتكرس الجهود لتحطيم آمال الآخرين. وعلى اليمين التفاؤل الأعمى، وهو خطير بنفس المقدار، حيث يتم التعامل مع كل شائعة ومصدر مجهول على أنها حقيقة رسمية، لتبدأ احتفالات مبكرة تنتهي حتما بانهيار نفسي. كلا الطرفين يعيشان في غرف صدى معزولة تغذي الفوضى وتقضي تماما على التفكير النقدي. نصل الآن إلى القسم الخامس والأخير: علم النفس ووهم المكافأة، أو الدورة المرهقة للانتظار الرقمي. دعونا نغوص أعمق في الدوافع البشرية. لماذا يعد هذا الانتظار الرقمي استنزافا حقيقيا للصحة النفسية والعقلية؟ ما الذي يحول التحديق في شاشة زجاجية باردة للحصول على تحديث إلى هوس يومي يسحب الطاقة قطرة قطرة؟ التفسير يكمن في ظاهرة نفسية تعرف بجدول المكافآت المتغير، أو لنقل تأثير آلة القمار. بما أن موعد التحديث مجهول تماما بالنسبة لنا، قد يكون اليوم، غدا أو الشهر القادم، فإن حالة عدم اليقين هذه تخدع الدماغ. مع كل رنين للهاتف يفرز الدماغ جرعة مفاجئة من هرمون الدوبامين. هذا الترقب المجهول يحول تفقد الهاتف إلى سلوك قهري شبه إدماني، فالدماغ ينتظر مكافأة لا يعرف متى ستسقط بين يديه. هذا الفخ النفسي يعمل بتسلسل دقيق جدا ولا يرحم. الخطوة الأولى: انتظار غير متوقع لشيء غير محدد التوقيت. هذا يجرنا للخطوة الثانية: الفحص المستمر والمهووس للهواتف. بمجرد رؤية أي إشعار يتم الوصول للخطوة الثالثة: ارتفاع وهمي ومؤقت للدوبامين ظنا أن الفرج قد حان. وعندما يكتشف أنها رسالة عادية لا قيمة لها، يحدث السقوط السريع نحو الخطوة الرابعة: إرهاق ذهني عميق وإحباط شديد. إدراك هذه الدورة السامة هو الخطوة الأولى نحو التحرر من هذا الاختطاف الرقمي للعقول. إذن، ما هو الحل؟ بعد كل هذا التحليل التقني والنفسي يتبقى مسار منطقي واحد: انتظار التأكيد الرسمي والحفاظ على توازن الحياة. الحل هو تجاهل هذا الضجيج المتعمد وعدم الانسياق خلف العاطفة أو الشائعات. يجب الاستناد فقط إلى البيانات الرسمية.
والأهم من كل ذلك، إياكم أن تضعوا حياتكم الحقيقية في حالة إيقاف مؤقت من أجل نظام رقمي مهما بلغت وعوده. التوازن النفسي والوقت مع العائلة والعمل هي الحصن المنيع الذي لا يجب أن يخترق أبداً. وفي الختام أترككم مع هذا التساؤل الفلسفي العميق: هل أصبحت مفاتيح السعادة مرهونة بخادم رقمي؟ هل حقا تم السماح لأسطر من الرموز البرمجية وشاشات تضيء بإشعارات افتراضية أن تفرض سيطرتها المطلقة على الحالة النفسية للإنسان؟ هل أصبح الاستقرار العاطفي والسعادة رهينة لخادم تقني يقبع في قارة بعيدة؟ إن استعادة السيطرة على الانتباه وتحكيم التفكير النقدي هو السبيل الوحيد للنجاة. شكرا لوجودكم في هذا الشرح التحليلي، ولنبقى دائما متسلحين بالوعي في مواجهة هذه الفوضى الرقمية.